عارفين لما حد يكون في حياته شخص بينتقده عمال على بطال، بينتقده خلاص، بيعلق على تصرفاته ويعملوا كوميدي قدام الناس، بيستفزوا طول الوقت. ومع ده الشخص اللي عمال يتعرض لكل الإساءة دي ما كانش بيخرج الشخص المسيء ليه ده من حياته، محتفظ بيه مخليه من باب انه خايف يخسره، فاكر انه بيحبه، يمكن يلاقي نفسه محتاج له في يوم من الأيام، فيفضل الإساءة شغالة وهو ساكت ويبعطل أب مشاعره ومش عارف لغاية امتى هيفضل ساكت على ده. بصراحة هو الفيديو ده أنا كنت عايزة أعمله بدري عن كده، بس هو صعب اللي أنا هقوله ده، بس هو أكيد هيفيد ناس. أنا بصراحة كنت الشخص ده، وكان المحيطين بيا قرايب وصحاب، وطول الوقت نقد واستفزاز وتعليقات، يعني حتى لو مش كوميدية يحاولوا يخلوها كوميدية ويضحكوا. ولما كنت اتكلم كان يتقال لي حساسة قوي، يعني مفيش حاجة، ايزي خليكي ايزي. وبطلت اتكلم وبرضه خليتهم في حياتي، ما خرجتهمش لاني فعلا كنت خايفة اني اخرجهم من حياتي. كنت فاكرة اني بحبهم، لكن طلع ما ينفعش، ده ما اسموش حب، ولا هما بيحبوني، ده ما اسموش حب، ده نوع من الفراغ. فراغ، يعني انا كنت حاسه ان في فراغ ولازم يتملي، فالناس دي هي اللي تملاه. قرايبي دول واصحابي هم دول اللي يملوا الفراغ ده، مش حاجه خطيره جدا. بس حاليا انا الناس دي مش في حياتي، مش موجودين. من سنه عملوا معايا موقف ما كانش لطيف اطلاقا، وكان مؤذي قوي. بصراحه انا اخدت اكشن على طول، يعني وانس ان انا حصل معايا الموقف ده على طول ما قبلتش اللي حصل، وعملت بلوك للناس دي من التليفون وواتساب والسوشيال ميديا عموما، خلاص ما لهمش اكسس على حياتي. ايه اللي حصل؟ ايه الشفت ده؟ يعني ازاي انا قعدت سنين طويله قبل الاستفزازات دي والطريقه دي في المعامله ومعتبراها هو ده الديفولت، وايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي خلاني منتهى البساطه اخدت قرار وانس ان الموقف ده حصل الناس دي برا؟ ليه؟ قبل كده كلنا كنا فاضيين، انا وهما كلنا كنا زي بعض. الفرق بس بينا ان انا ما فياش الطبع ده ان انا احاول اني اداري على شعوري بالفراغ وعدم استحقاق المعاملة الكويسة ومش حاسة بقيمتي. كل الحاجات دي موجودة عندي وعندهم، فما كانش في حد يفرق عن التاني، كلنا زي بعض. بس انا ما فياش الاسلوب ده، هما بيحاولوا يداروا على الانسكيورتيز دي بان هما احنا قادرين عليكي، احنا نقدر نستفزك ونعرف نسكتك حتى لو فتحتي بقك واتكلمتي. في الوقت اللي انا فيه ده الناس دي ما تقدرش تعمل معايا كده خلاص، مش لاني عملت لهم بلوك، لانهم حاولوا يرجعوا مره تانية يتواصلوا مع ناس تتواصل معايا علشان مالك ايه اللي حصل، لا لازم علاقتنا ترجع. لا، الفرق ده هو اني لقيت نفسي انا واقفه على ارض صلبه. انا استخدمت اللي هم عملوه ده، الالم اللي تسببوا لي فيه، في اني اعمل حاجه، ابقى حاجه ليها تاثير. دورت انا شاطره في ايه، مش هما كانوا بيحسسوني طول الوقت مالكيش قيمه، نعملك كوميدي، نستفزك. هما كانوا حاسين كده او بيوصلوا لي كده. انا اخدت البين، الوجع ده، وحولته بعد كده لموهبتي، للإنتاج اللي أنا بعمله، لتأثيري في حياة الناس. ده على فكرة اسمه enlarge yourself. أصلا ما اديتهمش الرد اللي هم عايزينه. يعني أنا دلوقتي اتقال لي انتي مش شيك، مش بتلبسي زينا، فأنا ما غيرتش شكلي بصراحة. أنا كنت بلبس بيزكس،
الوان وديزاينز. ليه؟ لاني ما كنتش دارسه حاجه من اللي انا بدرسها دلوقتي، فانا مش عارفه الستايل بتاعي ايه، فمش هلبس يعني مش هعمل زي ما هم عايزين، او مش هقلد الستايل بتاعهم علشان اعجب وابتت ان، مش هدخل في القالب اللي هم عايزينه. كانوا بيقولوا عليا مش اجتماعيه. اوكي، انا تمام بالنسبه لي الكلمه دي، انا ما كنتش عمري اجتماعيه بالمفهوم بتاع الناس ان لازم عدد العلاقات يكون كتير، لكن حاليا انا فاهمه يعني ايه اجتماعيه، يعني جوده العلاقات اهم من العدد. كانوا بيقولوا لي انت على طول قافله على نفسك وبتذاكري. انا بصراحه كنت بختصر وقت، يعني انا عمري ما عدت سنه ولا حتى شلت ماده. عندنا شلت ماده بالمصري معناها يعني ياخد سمر كورس، يسقط في ماده، ملحق. يعني انا نسيت الكلمه دي، ملحق. انا عمري ما اخدت ملحق، طول الوقت كنت بحاول انجز علشان انا كنت حاسه ان ورايا حاجه عايزه اعملها، هي ايه معرفش، بس اللي انا بعمله ده دلوقتي كنت عندي احساس ان انا في يوم من الايام هشتغل في حاجه ليها علاقه بالفاشن، فكنت بنجز وقت، بحاول ما اسقطش، انجح باستمرار. على رأي سعيد صالح الله يرحمه، اذاكر وانجح، ده العادي. ولا حد فيهم نجح كل سنين الدراسه بتاعته. يعني انا مش بنتقد، اوكي ده اسلوبهم، لكن مش معقوله انا اللي ابقى منتقده ان انا نجحت كل السنين وما سقطتش ولا سنه، وهم كانوا بيعيدوا سنين او بيطلعوا بمواد. وده بقى التمام، هو ده الحاجه الكويسه، انت مش زينا. هم طول الوقت كانوا بيحاولوا يحسسوني ان انا مش زيهم. انا ما حاولتش افت ان، انا حاولت اعرف انا ايه ومين، والميشن بتاعتي اللي ربنا خلقني علشانها ايه. السيرش اخد فتره طويله، ما كانش سريع. فكره ان انا اتعلم وبعد كده اقعد اطور نفسي فتره لغايه لما اقدر اوصل لاني افيد الناس، دي بقى الحته اللي خلتني احس بقيمتي فعلا. اول ما بديت اثر في حياه الاخرين، الاقي الموديلات والديزاينز اللي البنات بتنفذها، فافهم على طول ده شغلي انا، هم اللي عملوه بس ده شغلي انا. اوفر لهم فلوس، اخليهم يعرفوا يلبسوا من غير ما يتعبوا. كده انا ليا تاثير في المجتمع، عندي ستاتس زي ما بيقولوا. حسيت من جوايا ان انا انسانه محترمه جدا. بصوا، الاحترام، انا عايزه ناس تحترمني صح؟ لازم احترم نفسي، لازم احس اني جديره بالاحترام فعلا. والفايبس اللي هتطلع دي هي اللي هتخلي الناس تحترمني بالتبعيه، هي كده تلقائي. عايزه الناس تحبني، احب نفسي. الفايبس اللي هتطلع مني لما احب نفسي هي اللي هتخلي الناس تحبني. مفيش حد كل الناس بتحبه، خلوا بالكم. يعني هي فكره ازاي الناس تعاملني، ازاي الناس تحترمني، دي حاجة ما بتطلبش، دي حاجة بتبقى نتيجة عمل معين، خدمة للكرة الأرضية. لازم أكون مميزة في حاجة، لازم الحاجة دي أخدم بيها في الكرة الأرضية، لازم specialized knowledge تستخدم في رفع الوعي. المعرفة في تخصص معين دي specialized knowledge، الموهبة، التالنت، الخبرة بتاعت الحياة، تستخدم لخدمة الكرة الأرضية. نساعد ناس بأن هم يعرفوها ويستخدموها لتحسين جودة حياتهم. وقتها احنا كده بنرفع الفايبريشنز بتاعت الكرة الأرضية، وقتها الفايبريشنز بتاعتنا احنا بتعلى، احترامنا لنفسنا بيزيد. ده مش معناه ان مش هيكون في استفزازات وناس هتحاول انها تبوش باوندريز وتختبر انتوا هتسكتوا لغايه قد ايه، لو عملنا كذا يحصل ايه، لو ضغطنا عليكم في الحته دي هتردوا ولا هتسكتوا. ده ما يمنعش ان ده هيفضل يحصل، لكن شوفوا هنا رد الفعل ازاي فرق. قبل كده كنت بسكت على حاجات كتير قوي، المره دي موقف واحد خلاني اخدت اكشن، الناس دي خلاص بلوكت من حياتي. واوعوا تفتكروا ان حياتكم هتفضل، انتوا هتبتدوا تدخل حياتكم ناس بتفايبريت على نفس الفريكونسي، عندها نفس الفيجن، بيعملوا نفس اللي انتوا بتعملوه. انتوا هتضيفوا لهم وهم هيضيفوا لكم. احنا هنا مش بنغير افراد، احنا بنغير طبقة، بنغير
frequency كامل. الناس بتفايبريت في frequency كامل وإحنا بنغير الفريكونسي ده. أنا هنا مش بقول إن إحنا بنبقى يعني هو الفريكونسي أعلى بس إحنا مش بنتغير. مش معنى كلمة enlarge yourself كبروا نفسكم معناها هتتغروا، مش هيحصل. عشان في ناس ممكن تاخدها على ان لا كده الناس هتفتكرني مغرورة، لا ملهاش علاقة. الواحد علشان enlarge نفسه بيتعلم طول الوقت، وكل ما الواحد يتعلم اكتر بيكتشف ان هو ناقصه معلومات اكتر فبيدور على ناس احسن منه. طول الوقت حاسين بان احنا محتاجين نتطور. اللي بيفتكر ان هو اتطور وخلص هو ده اللي اتغير. طول ما الواحد جوه بروسس التطوير لا تمام، الايجو هنا بيشتغل لخدمته مش بيشتغل ضده. فما تخافوش من حتة enlarge yourself معناها انها نتغر وناس كتير هتكرهنا بالعكس. انا حاسة ان الفريكونسي ده ارقى بكتير من اللي انا كنت فيه، وفي فريكونسيز اعلى من كده. فطول الوقت انا مستمرة اتعلم واتطور. اول حاجة لقوا موهبتكم ازاي. اقروا كتير، اعملوا سيرش اونلاين، ادخلوا على البلاتفورمز بتاعت الكورسز الاونلاين كورسز وجربوا كام حاجة. اللي هتلاقوا نفسكم حابين تدوا وقت اكتر، تحطوا فيه فلوس اكتر، تعملوا فيه مجهود اكتر. هو ده التالنت بتاعتكم، هو ده السبيشالايزد نوليدج اللي انتوا تقدروا تفيدوا نفسكم بيها وبعد كده تفيدوا الناس، ترفعوا الوعي بتاع الناس بالحاجة دي، بالسبيشالايزد نوليدج دي. التخصص مهم جدا على فكرة. الموهبة دي غيرت لي حياتي جدا، خلتني اخرج من الفراغ اللي كنت فيه واعرف ازاي اقدر نفسي واحترمها كويس قوي. وانتوا كمان تقدروا تعملوا كده. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، واتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share واعملوا subscribe للchannel واضغطوا notifications up. اشوفكم الفيديو الجاي.